السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية عدس من روايح الشتاء، وهنضيف فيهم كده شوية تكات بسيطة هتفرق معانا خالص في الطعم. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا النهاردة المكونات: بطاطستين 3 كده، ومعانا جزر حوالي ربع كيلو من الجزر، ومعانا كمان بصل 3 بصلات قطعناهم، ومعانا قطعة من الدهنة مش بنكتر، ومعانا طماطم يعني حوالي 4 طماطمات كده كبار بشرناهم، ومعانا توم فصوص، ومعانا الشعرية اللي هنحمرها مع الشوربة، جزر هنا مثلج لان ما كانش عندي جزر فريش. معانا العدس نقيناه وغسلناه كتير قوي، ومعانا كمان شوربة عكاوي بتفرق معانا في الطعم خالص مع العدس. دي المكونات اللي احنا النهارده محتاجينها ان شاء الله كلها. نقول بسم الله. هنرفع الحلة على النار، ننزل بمية نص كمية تاني شوربة او اي مرقة موجودة عندك. هننزل بالشوربة اللي عندنا، بعد كده هنضيف المكونات: الجزر، هنضيف صوص الثوم، والبصل اللي مقطعينه لقطع، ننزل بالعدس بعد ما غسلناه غسلة كويسة قوي، مرة و2 و3 و4. ننزل بالبطاطس، قطع الدهنة اللي متوفرة معانا، دي طبعا بتفرق معانا قوي في الطعم. طماطم اللي احنا بشرناها، بنكتر كمية الطماطم علشان لون الطماطم الاحمر مع لون العدس بيدينا في الاخر لون العدس الكهرماني الجميل اللي احنا كلنا متعودين عليه المصري. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وبعد ما نقلبها كويس مع بعضها ونخلطها مع بعض هنسيبها لحد ما تستوي ونغطي الحله. ودي بعد فتره ما بعد العدس كل المكونات معانا طارت خالص، هننزل بالهاند بلندر او الخلاط. ممكن نفضي كل الكميه دي عندنا في الخلاط لو مفيش هاند بلندر، وهنضربها كويس قوي. وبعد كده هنبدأ نضيف معلقة من الملح، معلقة من الكمون، نص معلقة من 7 بهارات. نبدأ نقلب كويس قوي. فلفل الاسود حسب الرغبة، انا بفضل الكمون. هنقلبه كويس قوي وهنسيب الشوربة تغلي معانا، شوربة العدس، ومش هنغطيها عشان ما تفرش مننا. هنسيبها حوالي 10 دقايق كده تغلي معانا. في نفس الوقت هنجيب معلقة من السمنة ونرفعها على النار، وننزل بشوية الشعرية اللي معانا ونحمرها. نحمرها كويس، بس ياريت تدوسوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس
علشان ان شاء الله يوصل لكم اي فيديوهات انا ممكن انزلها. بعد ما الشعريه اتحمرت معانا والعدس غلى، هناخد منه شويه كده وننزل بيه مع الشعريه. احنا كان ممكن ننزل بالعدس، كان ممكن ننزل بالشعريه على شوربه العدس، بس هي هتعمل معانا تكتلات. لكن بالطريقه دي هنضمن ان الشعريه مش هتبقى هتبقى معانا ما شاء الله على طول سايبه كده، وهنقلبها ومش هتبقى متماسكه. هنقلب الشعريه مع شوربه العدس كويس قوي كده. ودي كده بالنسبه لنا هي اخر مرحله. شايفين كده الشوربه قدامكم بتغلي اهي. هنسيب الشعريه بقى، هنوطي خالص ونسيبها تغلي معانا لحد ما الشعريه تستوي. وبعد فتره هنبص عليها هنلاقيها كده ما شاء الله. بصوا قوام العدس تقل معانا والشعريه استوت. بصوا شايفين الجمال، بجد تحفه. يا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها كده ان شاء الله. شايفين القوام، شايفين لونه جميل ازاي. احنا وطينا النار فالعدس ما لزقش معانا في الحله ولا حاجه خالص. وبألف هنا وشفا كده خلصنا العدس معانا وقدمناه في الطبق وعملنا طبق فته. ويا رب ان شاء الله يعجبكم العدس، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.